ونفس الوقت غادي نشوفوا ان فراس في داك الساعه جالس الزوجه ديالي بوحديتها. انا من الله شنو غادي تكون كدير في الدار، بقى كدير الذكريات ديالو زوينه معاها، كذلك الوقت ديال اللي كانوا مجوجين، الزواج ديالهم، كل شيء ديالهم يعني علاقتهم كانت يعني زوينه. ونفس الوقت يعني هادشي هذا كامل خلى عفاف حتى هي كانت كتفكر في راس في واحد اللحظه، قالت اش غادي نخسر الا مشيت لعندو، انا هي اللي كنشك في الام ديالو، انا اللي دايره. ماشي ضروري انك تعطيني تليفونك باش نشارجيه لك، وانما تقدر تخلي للدار وتشارجي تليفونك بيدك. كتقول شكرا زعما على انك فكرتي تساعدني، انا كنشكرك بزاف. زعما انا ما بغيتش زعما نجي ندوق عليك في هذه الساعه، ولكن تليفوني طافي وانا بقيت اون بان هنا في الطريق، ما عندي كيفاش ندير. قال لي ماشي مشكل. وفي داك اللحظه نيت غادي تكون عفاف جايه في الطاكسي، كانت فرحانه انها غدير مفاجاه لفراس. من بعد فراس غادي يقول لذاك المراه خصك تدفى شي شويه من البرد، خليها اجي هنايا. المهم بدا كيقرب منها وكيساعدها، واخا هو زعما كيدير على نياتو معاها، ما قاصد حتى شي حاجه. قال لي دابا انت حوايجك مفزكين وكلشي فاسد، قال لي الا بقيتي هكذا فاسكه غادي تمرضي. هذا الاقل قال لي سير للغرفه ديالي، هي كاينه الفوق، درتي لك شي حاجه من حوايجي بعدا ناشفين، وبقى بيهم على الاقل بعدا باش تنشفوا لك الحوايج ديالك، وقضي هاد الليله هنايا، زعما على الاقل ما تبقايش هكذا حتى تمرضي. قال شكرا لك بزاف لانك فكرتي فيا. وفي الاول كانت عارضات زعما، ولكن قال لها ماشي مشكل. المهم هي غادي تمشي تدخل للغرفه ديال فراس آه باش يمشي، يعني الهدف ديالها هو انها تقرب منه وتكون قريبه منه، وشنو بغات منه بالضبط عاد غادي نكتشفوا هادشي. عفاف اخيرا غادي توصل. بعد ما توصل غادي تشوف فراس من داخل في الدار كاين الضو شاعل. قالت اكيد انه مازال فايق، مازال ما نعس. كانت فرحانه غادي تفاجئوا، وقالت غادي نعيشوا لحظات زوينه مع بعضياتنا في هاد الدار. يعني هي كانت جايه على اساس غادي يكونوا مع بعضياتهم، لكن المفاجاه الصادمه او الصدمه الكبيره اللي وهي فتح فراس الباب للزوجه ديالو، وكان فرحان بزاف ملي شاف حاجات لعنده. من بعد داك المرة دارت راسها انها جايه عند فراس كتهضر معاه، وقالت له كيفاش جاوني هاد الحوايج هادو. طبعا عفاف ما غادي تفهم والو، غادي تقول صافي هذا الزوج ديالها كيخونا اكيد بدون شك. وطبعا بقات غير كتشوف هكذاك، وغادي نشوفوا عفاف في صدمه كبيره. ديك المرة غير كتشوف في يعني عفاف جات، ولكن هي اصلا كانت باغا هذا المشهد هذا اللي كانت كتمنى الفراس اللي عطاتو به الضربه القاضيه، لان هي اصلا باغا تنتقم منه باي طريقه، وهذه جاتها فرصه وطبق من ذهب.